السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالما أثار مثلث برمودا حيرة العلماء والباحثين، وألهم خيال الكتاب اللي نسجوا حواليه خرافات وقصص لا حصر ليها. بس الخرافات دي ما جاتش من فراغ. ففي المساحة الكبيرة دي من المحيط الأطلنطي بمحاذاة الساحل الجنوبي الشرقي من الولايات المتحدة، غرقت سفن ومحدش لقى ليها أي أثر، واختفت طيارات من شاشات الرادار، واتقال إن فرق إنقاذ بأكملها غرقت في المحيط أثناء تحليقها فوق المثلث. وعلى الرغم من إن عدد السفن والطيارات اللي اختفت في منطقة مثلث برمودا غير معروف، فإن معظم التقديرات غير الرسمية بتشير لإن حوالي 50 سفينة و20 طيارة اختفت في المنطقة دي على مدار ال100 سنة اللي فاتوا. لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. ويلا بينا نشوف حكاية مثلث برمودا. بيشغل مثلث برمودا مساحة كبيرة من المحيط الأطلنطي، وبتتراوح مساحته الإجمالية بين 1,300,000 كيلومتر مربع ل3,900,000 كيلومتر مربع. بيحض من الغرب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، وشمالا أرخبيل برمودا، وجنوبا جزر الأنتيل الكبرى. والمنطقة بتاخد شكل مثلث عجيب. بالرغم من كده فمفيش أي خرايط رسمية بتعين حدود المنطقة اللي موجود فيها مثلث برمودا، وما تمش الاعتراف بيه كمنطقة رسمية في المحيط الأطلنطي. وبترجع قصص اختفاء السفن والطيارات الغامضة في مثلث برمودا للقرن التسعتاشر. ففي سنة 1880 اختفت سفينة تدريبية أبحرت من جزر برمودا، واختفى معاها الطاقم الموجود عليها. وفي سنة 1918 اختفت سفينة شحن تابعة للبحرية الأمريكية بتدعى USS سايكلوبس، وتم فقد 308 شخص من طاقم السفينة والركاب اللي كانوا على متنها، وده بعد مغادرة جزيرة بربادوس. وكانت السفينة محملة بآلاف الأطنان من المنجنيز، والعجيب إن السفينة والركاب ملهمش أي أثر. وفي سنة 1945 اختفى سرب من 5 قاذفات توربيد أمريكية بتسمى فلايت 19 أثناء تحليقها فوق منطقة مثلث برمودا، وتم فقد 14 طيار ومساعد كانوا على متنها. واللي زاد الأمر غموض إن طيارة الإنقاذ BBM مارينر اللي اتبعتت للبحث عن القاذفات ال5 اختفت هي كمان فوق مثلث برمودا. وذكر المحققون التابعون للبحرية الأمريكية إن سبب الحادثة مجهول. وبعد الحادثة دي لحد التمانينيات من القرن العشرين اختفت 25 طيارة صغيرة أثناء تحليقها في المنطقة، وما تمش انتشال أي حطام لأي طيارة أو سفينة من مثلث برمودا. مع إن قصة الاختفاء الغامض في المنطقة بترجع لمنتصف القرن التسعتاشر، إلا إن عبارة مثلث برمودا لم تلقى رواج إلا في سنة 1964، لما صاغ الكاتب الأمريكي فينسنت جادش العبارة دي في مقالة بمجلة أرجوسي، وكان بيشير بيها للمنطقة اللي بتاخد شكل المثلث في المحيط الأطلنطي. ومن الوقت ده بدأ الكتاب ينسجوا نظريات مؤامرة لتفسير أفكار جادس حوالين نمط اختفاء السفن والطيارات في المنطقة. وبمرور السنين انتشرت الكثير من نظريات المؤامرة لتفسير لغز اختفاء السفن والطيارات، مثلا زي نظرية وجود بوابة زمنية سببها انحراف في نسيج الزمكان ممكن تكون بتتفتح في المكان ده، أو إن كائنات فضائية أقامت قواعدها في قاع المحيط. بس في المقابل انتشرت تفسيرات جيولوجية وعلمية مقبولة لاختفاء الطيارات والسفن في المنطقة، وإنه كان سبب الحوادث دي ظواهر شديدة الندرة وما يعرفهاش غير ناس قليلين. وفي سنة 2003 أثبت علماء من جامعة موناش بأستراليا إن فقاعات الميثان الضخمة بإمكانها إغراق السفن، بحيث أن الباحثين نموذج لسفينة وأطلقوا فقاعات غاز ولاحظوا إن السفينة فقدت توازنها وغرقت في المية. وفي سنة 2014 خلصت دراسة لأن ظاهرة إطلاق هيدرات الميثان ممكن تفسر اختفاء السفن في المحيط الأطلنطي. وذكر الباحثين إن في جيوب من الغاز خاصة الميثان موجودة أسفل التربة الصقوعية وفي بعض المحيطات، ولما يتحول تلج الميثان في أعماق المحيط لغاز بيطلق فقاعات ضخمة في الهواء ممكن تأثر على المية، وممكن تتسبب صواعق في إشعال فقاعة ضخمة من الميثان أثناء صعودها للسطح، وده جنب السفينة أو الطيارة، وتتسبب في غرقها بالكامل. وذكر الباحثين إن تحول تلج الميثان لغاز ممكن يسبب انفجار بيشبه الانفجار النووي، وبيطلق كميات هائلة من الغاز، وده بيتسبب في تسخين المحيط وغرق السفن في المياه المشبعة بالغاز. وممكن يصاحب ده اضطرابات جوية شديدة بسبب تشبع الهواء بالميثان، واللي هتؤدي لتحطم الطيارات تماما. بس مفيش أدلة بتثبت الظاهرة دي، وما سجلش العلماء أي فقاعات للميثان بالحجم ده في التاريخ الحديث. وبتشير الأدلة لأن آخر انهيار وإطلاق للغاز بسبب تحلل هيدرات الميثان حصل في نهاية العصر الجليدي من حوالي 15 ألف سنة، لما كان منسوب مية البحر أكتر انخفاض. لو لسه مشتركتش في القناة اشترك يلا ودوس لايك، وتعالى نشوف النظرية التانية.
في نظرية تانية مشهورة وخلاصتها بتقول إن اختفاء السفن في المنطقة هو سببه ما يطلق عليه الأمواج المارقة أو القاتلة، وهي أمواج استثنائية متطرفة ممكن تتكون من غير مقدمات وممكن يوصل طول الواحدة منها ل30 متر، والأمواج دي قوية بحيث بتقدر تدمر سفن وطيارات كاملة. وبحسب الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي نوآ، فإن الأمواج بتتشكل نتيجة اصطدام الأمواج اللي اتكونت بفعل العواصف بالأمواج المعتادة، وبعدين بتلتحم الأمواج ببعضها وبتشكل أمواج زي الجبال. ومثلث برمودا موجود في منطقة بتتلاقى فيها العواصف من مختلف الاتجاهات، وبتزيد فرص ظهور الأمواج القاتلة. وبتمر غالبية العواصف في الأعاصير الأطلسية عبر مثلث برمودا، وتدمر الكثير من السفن قبل تطور الأرصاد الجوية، وممكن يتسبب تيار الخليج في تغيرات عنيفة وسريعة في الطقس. وفي سنة 2016 حلل فريق من علماء الأرصاد الجوية صورة التقطتها أحد الأقمار الصناعية لوكالة ناسا، ولاحظوا وجود سحب سداسية الشكل فوق الطرف الغربي من جزيرة برمودا، وبيتراوح عرضها بين 32 ل 88 كيلومتر، وبتبعد حوالي 240 كيلومتر عن ساحل فلوريدا. وقال راندي سيرفيني إن السحب دي هي في الواقع قنابل هوائية بتضرب المحيط مولدة أمواج هائلة، وبسرعة الأمواج دي بتتداخل مع بعضها. ولاحظ الفريق سحب مشابهة فوق بحر الشمال بمحاذاة ساحل المملكة المتحدة، ولاحظوا إنها بتتصل برياح سرعتها بتوصل ل 160 كيلومتر في الساعة، والرياح دي كافية لتوليد أمواج يتجاوز ارتفاعها ل 14 متر. أما عن اختفاء حطام السفن والطيارات، فالعثور على حطام الطيارات في المنطقة دي واللي بتضم خندق بورتريكو وهو أعمق نقطة في المحيط الأطلنطي مش بالأمر السهل أبدا، بحيث بيوصل عمق المياه في الخندق لحوالي 9200 متر. وربما بيرجع اختفاء السفن والطيارات في المنطقة دي للأخطاء البشرية. وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن اقتران قوى الطبيعة مع الأخطاء البشرية بيفوق خيال كتاب قصص الخيال العلمي. وأشار تقرير المحققين في اختفاء سرب الطيارات الخمسة العسكرية الأمريكية فلايت 19 سنة 1945 إلى أن قائد السرب تشارلز تايلور اتهم إن الجزر الصغيرة اللي شافها بمحاذاة الساحل هي أرخبيل فلوريدا بعد تعطل البوصلة، وظن إنه لو اتجه ناحية الشرق هيوصل لفلوريدا، وده أدى لابتعاد الطيارات الخمسة عن اليابسة لحد ما خلص الوقود. وبعد حلول الظلام وتردي أحوال الطقس سقطت الطيارات الخمسة في المحيط، واتسمع تايلور وهو بيقول إحنا بندخل مية بيضة مفيش حاجة فيها تبدو صحيحة. وأشار التقرير لأن تايلور ضل طريقه مرتين قبل كده في المحيط الهادي، بس التقرير خلص لأن سبب الحادثة مجهول، وده عشان ما يتحملش تايلور لوحده مسؤولية سقوط الطيارات الخمسة. وذكرت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي إلا إنه مفيش أي أدلة بتثبت إن حوادث الاختفاء الغامضة اللي حصلت في منطقة مثلث برمودا بتفوق نظيرتها اللي حصلت في أي منطقة واسعة تانية من المحيط. وفي الفترة من منتصف الأربعينيات لحد منتصف التمانينيات من القرن اللي فات، كانت الطيارات اللي اتحطمت فوق اليابسة في الولايات المتحدة أكتر منها فوق مثلث برمودا، بس ما تمش اعتبارها حوادث غامضة لأنهم لقوا حطامها بالفعل. والجدير بالذكر إن منطقة مثلث برمودا من الطرق البحرية الأكثر ارتياد في العالم، ومن المنطقي إن تكون السفن اللي غرقت فيها أكتر من نظيرتها اللي غرقت في الطرق الأقل ارتياد، كما هو الحال في المحيط الهادي. وفي سنة 2013 أجرى الصندوق العالمي للحياة البرية دراسة عن طرق الشحن البحرية، وخلصت إلى إن مثلث برمودا مش ضمن أخطر 10 مسطحات مائية لسفن الشحن في العالم. وكتب لاري كوش الكاتب والباحث الأمريكي مؤلف كتاب كشف غموض مثلث برمودا سنة 1975 إن كتير من الحوادث اللي نسجت حواليها أساطير وقصص حوالين تأثير مثلث برمودا الغامض حصلت في الواقع بره منطقة المثلث المزعوم. وفي سنة 2020 لقى فريق من الغواصين حطام سفينة زعم إنها اختفت في مثلث برمودا سنة 1925. وذكر الفريق إن السفينة ضربتها عاصفة قوية مصحوبة برياح شديدة بالقرب من المياه الضحلة. ورغم القصص والخرافات اللي نسجت حوالين مثلث برمودا، فإن الطيارات لسه بتحلق فوقها، وبيدعم مراقبو الحركة الجوية الطيارين في حالة توقف أنظمة الملاحة. وشهدت الأرصاد الجوية في السنوات الأخيرة تطور كبير، واللي أتاح التنبؤ بحالة الطقس قبل إقلاع الطيارات لتفادي العواصف والأمواج المرتفعة. وبيقول بيل ديلون عالم الجيولوجيا من إدارة خفر السواحل الأمريكية إن لغز مثلث برمودا لا يعدو كونه قصة خيالية. وبكده احنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، إلا أتمنى إنها تكون عجبتكم. وطبعا ما تنسوش تسيبولنا رأيكم في الكومنتات، وتقترحوا لنا أفكار جديدة نعملها الحلقات الجاية. وبس كده، أشوفك الحلقة الجاية بقى. سلام.